هذا العمل يمت إلى الواقع بكل صلة، وكل الخناقات اللي هتسمعوها من واقع الحياة اليومية. هي واخواتها. يا نهار ألوان، شوفي البنت ماشية ازاي ولا كأنها عملت حاجة. يا بنتي ارحمينا وبطلي افترا بقى. افترا ايه؟ أنا شايفاها بعناية دول كل يوم مع واحد من الموظفين وهق كركر. طب اصطبحي وقولي يا صبح. انتوا بتقطعوا في فروة مين؟ يعني ما انتش عارف بنقطع في فروة مين؟ انت فاهم وانا فاهمة. والله ده انا اللي يحكمني عليها اجيبها من شعرها. طب بس ده انتم فضيحة. الله، ومالك خفت كده ليه؟ يبقى الكلام صح بقى. والله لا اقول لمراتك. ايه الاخبار يا باشمهندس تامر؟ لا ده مجرد مشهد درامي، انت بتصغري لي كده ليه؟ لا ما تقلقش، دي داخله بس كده لزوم الاكشن في الحلقه. طب الحمد لله، طمنتيني. إلا رأيك إيه في التشنيع اللي ممكن يحصل على موظفة زميلة نعنوشة بين زمايلها؟ رأيي؟ وهي دي محتاجة رأي؟ هي أعراض الناس لعبة، بس واضح إن الحوار كان فيه حاجة مش مظبوطة، هي اللي اديتهم الفرصة. وتفتكر إيه الحدود اللي الست لازم تحطها في علاقتها بزمايلها عشان ما تسقش لسمعتها لا جوه ولا بره إطار العمل؟ أعتقد إن مفيش ست محتاجة حد يعلمها تتعامل إزاي مع زمايلها في الشغل، ولازم نعرف إن الناس كلامها كتير، واللي بيتفوت للراجل ما بيتفوتش عشره للست. وبالرغم من إن الحلال والحرام ما فرقش بين الجنسين، إلا إن أنا معاك في كل كلمة قلتها. في الواقع كتير من الستات بتقع في الخطأ ده وما بتحطش مسافة واضحة بينها وبين زمايلها، لدرجة ممكن تسيء ليها وتشكك في سلوكها. بس قولي، هو الراجل لو شك في مراته ممكن يتجاوز الشك ده ويتغاضى؟ إيه اللي بتقوليه ده؟ مستحيل طبعا، الراجل العاقل مش شكاك، وإحنا هنا بنتكلم على الأسوياء. إنما الشك لو دخل من الشباك، الشيطان بيسبقه ويدخل ويستربع في دماغ الراجل، وتلاقي حريقة قامت في البيت، وساعتها مش هيعمل زي الست يعيط وينهار ويشتكي لأهله، ده هيقطع عرق ويسيح دم، وأقل ما فيها هيرمي من الطلاق. بص يا تامر، أنا الكلام ده ما يزعلنيش، ولو إنه بيعامل الست على إنها مش مسموح لها تغلط، وده ضد طبيعتها البشرية. بس خلينا نقول إنه بيبص لها بقدسية شديدة، وبيعتبرها الأم المربية والزوجة الفاضلة والابنة الحنونة اللي محدش يتخيل إنها تغلط أو حتى تتجاوز. والحقيقة إن ده بيعلي من قدرها. غريبة، يعني أول مرة أشوفك نازلة عند حكم العرف اللي دايما ساير عليه. ده لأني فعلا بشوف الست قيمة كبيرة قوي، وانهيارها أخلاقيا أو اهتزاز صورتها انهيار تام للمجتمع. ولو الست ما كانتش ست صح يبقى ما فيش فايدة. الحقيقة بعد اللي قلتيه ده، احنا كده لازم نغير اسم البرنامج ونسميه أكيد في فايدة. لا ده بعدك، برضه ما فيش فايدة، وانتظرونا في خناقة جديدة.